هو احنا عاكسين الايه بتاعت ربنا ليه؟ لا بجد والله، يعني احنا ليه عاكسين الايه بتاعت ربنا؟ الايه اللي ربنا خلق عليها الكون ده كله واللي الناس كلها المفروض عايشه عليها من سنين، احنا جينا دلوقتي وعكسناها. الموضوع ده على فكره ما كانش موجود زمان، الموضوع اللي احنا فيه دلوقتي ده ما كانش موجود زمان. حتى اوروبا والدول اللي بره اللي هي الدول المتقدمه بيطبقوا الدين بتاعنا احسن مننا، واحنا اللي مسلمين مش عارفين نطبق الدين بتاعنا. سبحان الله، معلومه كل يوم. يلا بينا. في الفيديو ده جاي اتكلم معاك عن موضوع مهم جدا وموضوع خطير واخطر موضوع ممكن اتكلم عنه. الناس عماله تبص عليا اللي جاي الراجل اللي ورا شايل البرسيم على ظهره ورايح ياكل الجاموسه، هو لسه هيجي يسالني انت بتعمل ايه يا ابني؟ بس خلينا نصور ونشتغل وخش علينا. في الفيديو ده جاي اتكلم معاك، ايوه خلي النضاره كده زي شعراوي. في الفيديو ده جاي يا رب الدنيا نار. في الفيديو ده جاي اتكلم معاك عن حاجه خطيره جدا وحاجه مهمه قوي، موضوع مهم، هو موضوع تظبيط النوم بتاعنا. للاسف الشباب دلوقتي بقى بينام طول النهار وطول الليل صاحي، يا اما سهران على القهوه يا اما سهران على البيت، قاعد في البيت ماسك التليفون بتاعه ومشغل اغاني، واللي عماله تسمع اغاني ومكتئبه. ما احنا هو ده، احنا جالنا الاكتئاب منين يا جدعان؟ احنا جالنا الاكتئاب منين؟ ما هو جالنا الاكتئاب من ده، ان احنا بقينا عكسنا الايه. انت لو بتنام العشاء او بتصلي العشاء وتنام الساعه 11 12 وتصحى الفجر فايق، تقوم تصلي فجرك، بعد كده تتوكل على الله، تقرا اذكار الصباح بتاعتك، تقرا ورد القران، تذاكر كورس معين لو عندك كورس ولا حاجه تسمعه، تروح شغلك لو عندك شغل. لو احنا عملنا كده مش هيجي لنا اكتئاب. هيجي لنا اكتئاب منين؟ لكن احنا للاسف لما احنا عكسنا الايه وبقينا بنعمل الغلط، انا اموت واعرف احنا جبنا الموضوع ده منين. احنا جبنا ده منين؟ لان الدول اللي بره ما بيعملوش كده، يبقى احنا جبنا الموضوع منين؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو حد عنده راي معين او عارف هو احنا جبنا الموضوع، يقول لي يا ريت في الكومنتات والله بجد. عايزين نتظبط، عايزين نصلح حالنا شويه. ميعاد الصحيان وميعاد النوم هو ده اهم حاجه في حياتك. لو انت ظبطتها انت ظبطت يومك، ما ظبطتهاش انت ضيعت يومك. او الراجل اللي بقول لكم عليه معدي من جنب من ورايا انا كده عارف هتقعد تقول لي طب ما الشباب كلهم كده والرجاله كلها سهرانه على القهوه، هقعد اعمل ايه يعني في البيت؟ ما انا بقولكش اقعد في البيت، انا بقول لك نام بدري، انا بقول لك صلي العشاء على الساعه 10 11 خش نام، وانا بقول لك اقعد في البيت. وبعدين حته ان الشباب كلها بتعمل كده او الناس كلها يا عم ابدا بنفسك، يا عم غير نفسك. ما انت لما تتغير صاحبك لما يشوفك اتغيرت هيتغير هو كمان، وصاحبه لما يشوفه اتغير هيتغير هو كمان. هنبدا نغير العالم، بس احنا لما نغير نفسنا الاول. ابدا بنفسك. كان في بيت شعر بيقول ايه؟ ابدا بنفسك فانهيها عن غيها فاذا فعلت فانت عظيم. لو انت عملت كده انت عظيم. انت لما تبدا بنفسك وتنهيها عن غيها، الحاجه السهله اللي هي عايزاها. يعني النفس فينا عايزه ايه؟ النفس عايزه ان هي تريح، تكسل، تنام. هي النفس عايزه كده. لذلك ربنا قال في القران ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما تتبعش نفسك. عمرنا ما هنبقى متقدمين وهنبقى امه متقدمه واحنا كسالى واحنا سهرانين طول الليل. اول قاعده واهم قاعده لازم تتظبط ميعاد النوم وميعاد الصحيان. يكون ميعاد نوم امتى؟ يعني يكون ميعاد نومك الساعه 10 11 ويكون ميعاد صحيانك الفجر. انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله لك، انا عشان بدات اطبق الموضوع ده بقالي كام يوم، فحسيت ان انا لازم اطلع اتكلم فيه، وفعلا الموضوع مهم وفرق معايا جدا. وطبعا مش هقول لك مميزات الصحيان بدري زي ما انت شايف قدامك، ان الناس كلها رايحه شغلها، وان الشمس لوحدها اصلا بتديك طاقه ايجابيه وبتديك حيويه ونشاط ليومك كده، يخليك تعمل اللي انت عايزه كله وانت مبسوط. وبعدين ربنا امرك بكده، وبعدين كمان بيبقى معاك مده طويله قوي في الوقت، تلاقي الوقت ما بيعديش، بتنجز حاجه واثنين وثلاثه و10 و20 ولسه الساعه 10. يعني انت بتقعد تلاقي نفسك انجزت حاجات كتير خالص، وتبص في الساعه تلاقي لسه الساعه 10، الناس لسه بادئه تصحى وانت خلصت اللي وراك. هو ده الروقان بقى، عايزين نوصل ليفل الروقان ده. طب انا في اجازه يعني هقوم اعمل ايه؟ ما هي دي الميزه ان انت في اجازه. طول ما انت في اجازه اذا انت فاضي، ما عندك وقت. قوم بقى اتعلم، خد كورس مثلا في حاجه انت عايز تاخد فيها كورس، اتعلم علم شرعي، اتعلم دينك دلوقتي. انت لو ما اتعلمتش دينك دلوقتي هتعلمه امتى؟ سواء انت في ثانوي او سواء انت في جامعه، لو ما اتعلمتش دينك دلوقتي وعرفت احكام الصلاه واحكام الصيام والفقه وفهمت تفسير الايات وبقيت عارف معنى الايه ديت ايه، هتعرفه امتى؟ عشان خاطر وانت ان شاء الله في رمضان لما تيجي تختم تكون فاهم الايات. ما تتعلم من دلوقتي، مش عايزين نضيع وقتنا. طب بص خلاص انا اعتمدت، يعني انا بص ان شاء الله النهارده مش بكره، النهارده انا هنام بدري وهصحى بدري. بس الفكره في حاجه، بس عايز اقول لك على حاجه. انا باخد يوم واثنين وبلاقي نفسي في ثالث يوم خلاص كسلت ورجعت زي ما كنت. اعمل ايه عشان خاطر اكمل على كده وافضل طول عمري ما انامش غير بدري واصحى، انام بدري واصحى بدري؟ اعمل ايه؟ هقول لك هنا بقى على حاجه مهمه لازم تعملها، وهي انك تكلم حد صاحبك تخليه يبقى معاك على طول، ما تبقاش لوحدك، واحد او اتنين كمان، يفضل ان هم يبقوا اكتر، كل ما يبقوا كتير كل ما يبقى احسن، عشان خاطر يشجعوك. تقوموا مع بعض ان شاء الله يا جدعان، احنا هننام الساعه 11 وهنصحى الفجر، هنصلي الفجر مع بعض ان شاء الله في مسجد كذا كذا، وبعدها هنطلع نقرا الاذكار بتاعتنا، مثلا نتمشى نقرا الاذكار ونقعد شويه وبعد كده نروح. اللي يروح بقى ينام شويه يريح ساعه وبعد كده يصحى يكمل، او اللي يقعد يتعلم على طول يفتح بقى كورسات ويقعد يتعلم، وهكذا.
المهم يكون معاك واحد صاحبك يساعدك. عايزين تعملوا جروب على الواتساب مثلا، اعملوا جروب على الواتس، سموه مع بعض زي ما انتم مع بعض دايما على القهوه، ومع بعض في السفر، ومع بعض في الضحك وفي الهزار. خليكم مع بعض برضو في العلم، خليكم مع بعض برضو في الجديه، خليكم عندكم جديه كده. عايزين نتغير ونبقى نسخه احسن من نفسنا. نتوكل على الله، واهم حاجه نستعين بربنا سبحانه وتعالى، وتدعي ربنا وانت بتصلي: يا رب عيني ان انا اصحى بدري، يا رب عيني ان اصحى اصلي الفجر، يا رب عيني ان انام بدري. ادعي ربنا. يبقى لازم نعمل بالاثنين، تاخد بالاسباب والاستعانه بالله ربنا سبحانه وتعالى، الاستعانه بربنا سبحانه وتعالى. وقولوا لي رايكم تحت في الفيديو لو الفيديو ده عجبكم، ولو عايزين نكتر من الفيديوهات دي بعد كده ان شاء الله هنكتر منها. بس ولو عندك فكره او اي حاجه عايزين نتكلم عنها اكتبها لي تحت برضه في الكومنتات، هدخل اشوف الكومنتات يعني ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.